يسعد لي اوقاتكم يا احلى متابعين. صبايا، قبل ما نبلش بالفيديو ما تنسوني بالمتابعة والاشتراك بالقناة. صبايا، اليوم رجعت لكم فيديو جديد وهو عمل البازيليا برز. تمام، وبحمض، رح سوي بحمض ورح سوي برز. انا جبت كيلين ونص بازيليا وعم بفرطهم هلا. تمام، وخلونا نكفي الباقي. صبايا، مثل ما انتم شايفين طلعوا البركة، خلصناها هلا فرط. وخلونا نطبق طبعا مية البندورة مشان نطبخها فيها. صبايا، وهلا حطينا اللحمة انت حسب ما بتحبي. عرفتوا شلون؟ انا حطيت شوية دهنة وشوية لحمة. خلينا نقليهم ليستووا وبعدين نكمل. صبايا، وهلا لبين ما نعمل مرقة البندورة، تمام، رح ننقع الرز. انا هلا عندي ضحت 5 كاسات رز. كل كاسة، هاي نوعية الرز بتاكل كل كاسة كاسة وربع مي. تمام، انا هلا رح احط 5 مقدرات، وهي نص معلقة ملح. هي المي هيك، طبعا رح اقعده نص ساعة مو اكتر منقوع بالمي. صبايا، وانا هون عندي جزرتين غسلتهم منيح وقشرتهم طبعا. هلا رح اقطعهم ناعم. قطعوهم ناعم لانه عندكم البازيليا ناعمة، يعني ما بفضل انه تخشنوهم بالفرن. هلا هيك بعد ما استوت اللحمة نحط لها ملح. هاي البهار. هلا هيك بعد ما فرمنا الجزر، تمام، رح نقليه اللحمة. الجزر انا بحب اقليه اللحمة لانيته قاسي، مو مثل البازيليا. البازيليا بتعرفوا انتم من غلوتين بتستوي، بس الجزر رح يكون قاسي شوي معنا، عرفتوا؟ فانا بحب اقليه شوي. تمام، وبعدين بحط مية البندورة وبعدين بحط البازيليا. صبايا، طبعا كتير كتير طيبة العصير البندورة، أطيب بكتير من دبس البندورة. تمام، أنا هاي بالصيف بجهزها وطول الشتاء بطبخ منها. هلا هيك رح أضيف البندورة. صبايا، وهلا بعد ما دقت الجزرات ولقيتهم استووا تمام، أنا رح أحط بازيليا، بس ما رح أحطها كلها. أنا رح أحط نص الكمية لأنه النص التاني رح أطبخ فيه الرز. هلا بورجيكم، بس والله شوفوا لي على هاللون يا صبايا. والله عصير البندورة تحسيه صار عصير فريش، عرفتوا؟ فبيعطيكي طعمة زكاوي غير مثلا مثل هذا دبس البندورة. عندك العصير، تحاولوا انه بالصيف تعملوا العصير اطيب بكتير بكتير للطبخ. صبايا، مثل ما انكم شايفين هلا عم بقلي اللحمة مشان اقلي البازيليا تبعيت الرز. تمام، انا رح اقلي اللحمة بس انا ما رح احطها بقلب الرز. تمام، انا رح احطها بس هيك بقولوا عنا تقميعة على الرز. تمام، رح أقمع فيها الرز، ما رح أطبخها بقلب الرز. صبايا، هون رح أرش الملح، رشة البهار، خلطها شوي. سمعتي كون البازيليا خيسرينة. هلا هيك رح نقليها مع نقطة مي على النار. صبايا، وهلا عم نغسل الرز. صبايا، واللي بدها الرز ينجح تمام وما يخبص معاها، تحاول تغسله من النشا قد من قدرت لحتى تصير هي المي، شايفينها هيك شلون هيك خيطة، لحتى تصير ميتها صافي صافي. هداك الوقت شو ما عملت ما رح يخبص الرز معاها. صبايا، وهلا خلونا نقلي الرز. انا هون عندي سمن حيواني، سمن بقري. انت شو السمنه اللي بتحبي تستخدميها ما تكسر. صبايا، خلينا نعير المي. انا حطيت 5 كاسات رز، فانا هلا رح احط 6 كاسات مي ان شاء الله باذن الله. صبايا، هلا لبين ما تسخن عنا المي، تمام، رح نقلي الرز مثل ما قلت لكم. غسلناه غسله كويسه وصفيته من المي طبعا مشان ما يختلف معي العيار. تمام، وهلا بنقليه بشو؟ بالسمنه. صبايا، وهلا بقلب المي رح احط مكعب ماجي حتى يدوب. وانا هلا هون عم بقلي الرز مثل ما كنتم شايفين يا صبايا. انا هون عم بقلي الرز، وهون طبعا هاي مشان تقميعة الرز عم بقلي البازيليا مع اللحمة كمان ريحة تستوي. وهون البركة، شوفوا لي على هالمنظر، شوفوا لي على هالدهنات الحلوات. لا تعيبوا على الغاز، الله يرضى لي عليكم، والله عم بطبخ.
اجباري رح يصير هيك وضعي يعني بالطبخ. وهي هون المي عم تغلي مشان الرز ان الله راد. هلا هيك بعد ما غليت المي قطع الرز. والملح حسب الرغبه يا صبايا، انا ما بذكر لكم الملح، يعني انتم حسب ما بترغبوا. تمام. هلا هيك رح اخلي الغاز عالي لبين ما تنشف المي. مثل ما كنتم شايفين يا صبايا، شايفين هلا هيك شلون نشف. فانا هلا رح اوطي الغاز. تمام. هلا رح اوطي الغاز واعطيه تحريكه صغيره مو اكثر، تحريكه صغيره، وبعدين بهدي عليه كتير منيح صبايا. وهلا خلونا نسكبه. طبعا هيك رح اعمله مثل القالب، تغيير شكل ها يعني مو اكتر. هلا رح احط البازيليا من تحت. مثل ما هيكم شايفين. هلا رح نقلبها ان شاء الله تنقلب معنا تنجح. خلونا نسكب هلا البازيليا حبايب القلب. وهيك بكون خلصت طبختي اليوم. بتمنى انه تنال اعجابكم. بتمنى انه ما تنسوني من المتابعة والاشتراك بالقناة. وان شاء الله بشوفكم في فيديو جديد. بشوفكم على خير. اتمنى دعمكم ومحبتكم.